بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بنشرح كيفاش نفحصوا اللوجيكس ونجيب فلوس ببلاش من المواقع الهبلة بتاعة الباج باونت اللي فيها بيرميشنز وبلانز مختلفة وكده. ازاي هنعمل الموضوع ده؟ الموضوع بيتم بصراحة على شوية درجات، ويعني زي ما تقول كده خطوات بسيطة وباجز معينة يعني كده تستخدمها. زي ايه؟ زي الريسك كونديشن، زي مثلا بريفج اسكيليشن. ولازم تفهم الابلكيشن، وهنشرح ازاي نفهم الابلكيشن كويس او حاجات تساعدك نفهم الابلكيشن، وهوريكم حته مستخبيه كده بيكون فيها باجز اصلا والناس ما تاخدش بالها ان هي باجز، وهحكي لكم على سيناريو لطيف. ايام ان درايفر كنت عملت وجبت فيه باج. طيب عشان نبدا الموضوع، اول حاجه بصراحه يعني انا كفارس ببدا ابص عليها في المواقع دي. عندنا ثلاث حاجات اساسيه انا بحب دايما ابص عليهم وانا بتست المواقع اللي فيها بيرميشنز وبلانز كتير والحاجات دي. اولا البلانز ليميتيشن. يعني هنا مثلا في ميكس بانل ده، اوكي، على سبيل المثال هو مثلا وابولو، الاثنين دول المواقع انا بستخدمهم استخدام شخصي الابلكيشنز. فلقيت يوم الموضوع فهنشرح عليهم. ميكس بانل هنا بيقول لك فري ومش عارف ايه وجروث وانتربرايز. تمام تمام قوي يا معلم. طيب انزل تحت شويه، هنا هيبدا يقول لك سيفد ريبورتس 5 بير سيت. اوكي، هنا انليميتد هنا انليميتد. فاول حاجه هتيجي في دماغك فعليا انك ليه ما تستخدمش الريسك كونديشن في انك تبايباس السيتس ده، الريبورتس ليميت ده. اوكي. طيب حاجة تانية هنا زي المونثلي ايفنتس، هنا 20 و20 و1 تيرا برضو. ليه برضو ما تستخدمش هنا كذلك حاجة زي الريسك كونديشن عشان تبدأ تبايباس؟ طيب انزل بقى تحت شوية هنا على الفيتشرز والحاجات دي. هنا عندك اي اي كولز كذلك 30 60 300. ليه برضو ما تستخدمش ليه ما تستخدمش الريسك كونديشن في انك تجرب توايباس الحاجات دي؟ وكذلك هنا وهنا خمسة وهكذا. طيب في بقى حاجات تانية اللي هي الفروق بين البلانز. يعني هنا لو خدت بالك هنا مفيش مالتي تاتش اتريبيوشن، وهنا هنا مفيش كاستم بروبرتيز ولا بورد بروبرتيز، وهنا في البلانز اللي هي الجروث والانتربرايز، انما الفري ملوش اكسس على الحاجات دي. ففيها ايه لو تاخد الريكوستات من اكونت في البلان بتاع الجروث والانتربرايز وتجرب تبعتها فعليا جوه الفري؟ انا ناخد تاني ابن حلال شكلي بقى، بص اسمر يا اسمراني خالص عن الاول. المهم بالنسبه بقى للبريفليج اسكيليشن، لو عملنا كده رولز اند بيرميشنز هنا، اوكي، ميكس بانل ليه دوكس مخصصه للرولز اند بيرميشن، وده لان كل حاجه فيه ليها بيرميشنز. يعني على مستوى الاورجنايزيشن في بيرميشنز، على مستوى البروجكت في بيرميشنز، على كل مستوى او على كل ليفل في بيرميشنز معينه. اوكي طيب جميل قوي لحد هنا، جميل قوي لحد هنا. طيب هنا مثلا في تيبل على سبيل المثال للاورجنايزيشن رولز. انت ازاي بتهيئ نفسك انك تعمل الموضوع ده؟ عندك اهو تيبل قدامك، ومش دايما كل المواقع بيبقى فيها دوكيومنتيشن يوضح الموضوع ده، في حاجات بتضطر انت تفهمها. ممكن تلاقي جوه الابلكيشن رول مش موجوده في التيبل ده اصلا. اوكي، ده ممكن يكون سببه ان اكونتك فري او لعده اسباب. هنا مثلا المانج بيلينج بلانز ده الاورجنايزيشن رولز. خد بالك الاونر بيعملها، الادمن لا، البيلينج ادمن يعملها، الممبر لا. طيب الكرييشن بتاع البروجكت الاونر والادمن يقدروا كاريته، البيلينج ادمن والممبر ما يقدروش. يعني واضح منطقي جدا. دريد بروجكت الاونر بس، الكريت والدريد تيمز الاونر والادمن، وهنا الترانسفير بروجكت بتوين اورجانيزيشن الاونر بس. والله اوقات كتير قوي بتحصل شويه كيسز ان انا بلاقي بالفعل حاجات ضد التيبل والدوكيومنتيشن اللي هم بيبقوا كاتبينه. يعني على سبيل المثال انا مره كنت فاتح ابلكيشن ولقيت حرفيا في اليو اي في الدوكس بيقول واحد اتنين تلاتة مسموح للرول الفلانية، وفي اليو اي قدامي الرول دي من غير اي مانيبيوليشن انا قادر اعمل ده. اوكي، قمت مبلغها وكانت ايزي باونتي. طيب فانت المفترض منك هنا انك بيبقى عندك اكونت الادمن واكونت تحته بالرول الفلانيه، وتقعد تجرب كل الحاجات اللي مش مسموحه لك دي. ايه اللي مش مسموح لك جرب اعمله، ومش شرط يكون في اليو اي، لا خد الريكوست من الاكونت بتاع الادمنستريتور نفسه وبعته للريبيتر، وخد
الكوكيز بتاعه الاكونت الاقل في الرول. وخد بالك لو في CSRF توكن لازم يتبدل كذلك، تجيب بتاع الاكونت الرول الاقل وتبعته في نفس الريكوست عشان الريكوست يتبعت مظبوط معاك. وخد بالك كذلك في حاجات هتجيب لك 200 اوكي ومش هتتعمل زيها زي الاي دورز الحته الرخمه دي. وخد بالك برضو من الابلكيشنز اللي بيبقى فيها مستويين في الرولز. طيب عندك organization rules، دي على سبيل المثال تحت في البروجكت رولز. وخد بالك بقى لان هنا بيحصل شويه تاثير بين الاثنين، لان ممكن رول انت كنت تكون عاطيها له في البروجكت وعاطيله رول اعلى في الادمن، فالحاجه دي تبقى مخفيه في اليو اي في البروجكت، ولكن بما انه معاه ادمن فيقدر يعملها، فدي not considered as privilege escalation وهيقفلها لك الفورماتيف، وممكن كمان تقفلها لك ان ايه. ليه؟ لان انت اوريدي تبقى مجرانت له بلان اعلى او رول اعلى. ميكس بانل هنا كان من الابلكيشنز القليله اللي عامله الموضوع ده كويس. وانت في اليو اي لما تفتح صفحه الرولز بينبهك، بيقول لك والله اليوزر الفلاني على مستوى البروجكت الرول بتاعته كذا، وعلى مستوى الاورجنايزيشن الرول بتاعته كذا، عشان ايه؟ ما تاخدش قلم في دماغك وتروح تجرب شويه حاجات مدعوسه ومفعوصه وما توصلش منها لاي حاجه وتقعد تضيع في وقتك ووقتنا. هنا نفس الكلام، هتبقى معاك اكونت الاونر وتعمل اكونتس برول اقل منه وتبدا تجرب الحاجات دي 1 باي 1. جميل. وتشوف هتقدر تعمل حاجه هنا مثلا edit view only خد الريكوست بتاع الاديت. او في حاجه جميله انا بعملها، ممكن هنا نعملها في ابولو على سبيل المثال. لو فتحت السيتنجز هنا اوكي، وقمت جايب الاكونت اللي اسمه فيه ده مثلا نون ادمن. اوكي هو هنا نون ادمن. طيب انا والله يا معلم هقوم جاي معدل الرول بتاعه هذا الجميل وهخليه ادمن. اوكي فعمل ابديت عادي جدا. هروح هنا اهو بقى ادمن. اوكي طيب وهقوم جاي هنا مداون جريده تاني لنون ادمن. وخد بالك من بوينت مهمه. اوكي لو جيت فتحت ده تاني هنا احنا هنا في اليو اي دلوقتي معبيين او عارضين من وجهة نظر او من البوينت اوف فيو بتاعه الادمنستريتور، ولكن هنا اكشلي هو نون ادمن. خد بالك بقى لان في بعض المواقع والابلكيشنز عشان الرول تتغير لازم السيشن يتغير، فبالتالي لازم يا تريفرش عشان يجيب ريفرش توكن، يا اما تعمل لوج اوت وري لوجن عشان يديك توكن بالصلاحيات الجديده. فتاكد دايما من البوينت دي عشان ما يسببش معاك فولس بوزيتيفز. اوكي طيب هنا بما اني خلاص نزلته نون ادمن وانا هنا مهندل او عارض اليو اي من وجهه نظر الادمن، ده بيساعد عليا ان تيست البريفليج اسكيليشن. ليه؟ لان هنا الموضوع بيبقى ايزي وانا اقدر اخد الاكشنز من اليو اي دايركتلي. طيب يا معلم اعمل ده ازاي؟ على سبيل المثال انا هنا جيت من النون ادمن و جيت البروفايل بتاعي هنا انا نون ادمن، وهنا انا ستيل ادمن. طيب بص بين التابين الادمن والنون ادمن في حاجات في الشمال في السيتنجز بتظهر وتختفي، دي اللي مسموحه للادمن. طيب بما اني نون ادمن هنا فانا اوريدي مش مسموح لي اشوفها. طب دلوقتي انا بقى من البوينت اوف فيو بتاعت الادمن دي هبدا اخد الاكشنز دي وابص على الريكوست بتاعها في البرب هيجيب 200 اوكي وهيعرضها فعلا ولا لا. اصل لو عرضها فدي كده بريفليج اسكيليشن. طيب ايه الموجود هنا مثلا ومش موجود؟ يعني هنا البوينت اوف فيو بتاعت الادمن وهنا البوينت اوف فيو بتاعت النون ادمن. فانا هنا مثلا هعرض الكونفيجريشنز فعرض لي الكونفيجريشنز اللي هي السيتنج سلاش اورج، بينما انا لو خدت دي وجيت افتحها هنا بص وداني على لينك تاني، او لو حاولت تفتح صفحات تانية مثلا هتلاقيه بيقول لك دينايد او حاجه، فهنا مرضاش يعرضها لي وقام عامل لي ريدايركشن على صفحه تانية. انت مش مسموح لك تخش هنا ولذلك انت مش شايف الحته دي في السيتنجز بتاعتك هنا. طيب والله بما انك قدرت تاكسس دي وعرضت لك الداتا فخلينا نخش من عند الادمن اوكي ونتاكد اننا فعلا هنقدر ناخد اكشن. ده الاونر اللي هو المين ادمن. طيب والله انا هنا مثلا قمت قافل الاوبشن ده اتقفل والريكوست في البرب جاب لي 200 اوكي. هرفرش هنا اوكي ده المين اكونت عادي جدا، هلاقي بالفعل ان الاكشن ده اتقفل. طيب هشغله تاني بينما انا مش مسموح هنا وانا هنا اوريدي عملت داون جريد للرول كنون ادمن. اوكي هرفرش بعد ما شغلته تاني هلاقيه بالفعل اشتغل. فدي من احد الحاجات البسيطه مع مراعاة طبعا حوار السيشن والريفرش توكنز والحاجات دي لو احتجت تساين اوت لو احتجت تري لوجن عشان ما يطلعش معاك فولس بوزيتيف زي ما نبهتك. هنا
احنا قدرنا من اليو اي عادي جدا. يعني بص، انا لو جيت عملت ريفرش دلوقتي settings org، بص حولني على، انت مش مسموح لك تشوف الحته دي، ولكن الريكوستات بتبقى شغاله تمام. اوكي، فدي من احد اسهل الطرق اللي بتست بيها. وفي بقى شويه ابلكيشنز بيبقى فيها ريسنت ابديت، اللي هو وانت فاتح الصفحه نفسها، انت بمجرد ما تداون جريد وتيجي تبص من الاكونت التاني او الاكونت رول الاقل، بتلاقي مغير لك البوينت اوف فيو او عامل ريفرش. هنا بقى يا معلم انت بتضطر انك مش هتعرف تجرب موضوع اليو اي، انك تعبي او تجهز اليو اي بتاع الادمن والداون جريد ده. بتضطر بقى انك تاخد الكوكيز او الاوثرايزيشن توكن والسي اس ار اف توكنز والحاجات دي وتبعتها دايركتلي في الريكوست. اوكي، لان اليو اي بيبقى فيه ريسنت ريفرش، فما بيسمحلكش تعمل حاجه زي دي. تعالى بص هنا كذلك. ده بالنسبه للبريفج اسكليشن. اتكلمنا عن الريسك كونديشنز من شويه، ازاي نباي باس الليميتيشنز بتاعت الحاجات دي. هنا مثلا 5 بير مانث، 75 بير مانث، 100 بير مانث، 200 بير مانث، 10 بير مانث، 1000 بير مانث. ليه ما نجربش ريسك كونديشنز في الحتت دي كلها؟ هنا مثلا السيكونس ريسك كونديشن، الديلي ريسك كونديشن. هنا مثلا ايميل انتجريشن. اوكي، سامح لك بجيميل ومايكروسوفت، دي تعتبر لوجيك. وهنا الاول ايميل بروفايدرز واول ايميل بروفايدرز، بس هنا مسموح لك تانتجريت ايميلز جيميل ومايكروسوفت بس. طيب ليه ما تاخدش الريكوست من اكونت بيزك بلان وتجربه في الاكونت بتاع الفري بلان؟ ممكن تشتغل كذلك. اوكي، طيب هنا كذلك عندك شويه فيتشرز موجوده الرولز، ورولز تانية لا مش موجوده فيها. طيب بنعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ بنبدا اننا اوريدي نتصرف معاها، بحيث ناخد الريكوستات بتاعت الانبيت فيتشرز دي ونبعتها من الاكونتات الفري. اوكي، كده نبقى من تيست بريفيس اسكيليشن والبلان ديفرنسز والريسك كونديشنز عشان نباي باس الليميتيشنز. وايزي باونتيز حرفيا بتبقى موجوده في اغلب الابلكيشنز ومحدش بيتكلم عنها. حاجه كمان بقى بالنسبه لانك تجيب لوجيك بوجز، اولا submit dummy stupid values. دي المبدأ الاساسي في اللوجيك. ابعت اي قيم، حاجات غير متوقعه بالنسبه للابلكيشن، شوفوا هيتصرف ازاي. اديله ارقام في حتت غريبه، اديله فاليوز هو مش اكسبكتد انه ياخدها. شوف رد فعله هيبقى ازاي. ممكن يعمل فانكشناليتي كونفيوجن، ممكن يضرب اي ايرور، ممكن يسبب دينايل اوف سيرفيس، ممكن يعمل اي حاجه غبيه انت مش متوقعها هتسبب امباكت. فدايما تست الموضوع ده كذلك. اوكي، ما تهملهوش. من احد الحاجات اللي بتساعدني وانا داخل اي ابلكيشن ان انا اتفرج على برودكت ديمو. هنا مثلا هو بيشرح الابلكيشن شغال ازاي، مقسم الموضوع. دي المين شانل بتاعت الابلكيشن على اليوتيوب، ففرجتك على فيديوهات زي دي بتشرح الابلكيشن شغال ازاي هتوفر عليك عناء كبير جدا في بدايتك وانت داخل الابلكيشن، انك تفهم هو ماشي ازاي وشغال ازاي. اوكي، وطبعا غوص بقى في الشانل بتاعتهم، متكلمين عن توبكس كتير قوي، والكيو ان اي والداتا اوديت. وده الكيو ان اي والفاك اللي هي الفريكونسلي اسكت كويشنز، الاسئله اللي بتسال كتير، اللي هي مثلا زي هنا في ابولو او في التروبل شوتنج بيج. هنا الناس بتبدا تشتكي من مشاكل، المشاكل دي بتبقى اوريدي باجز وفولنربيليتيز وهم مش واخدين بالهم. فانت بتبدا انك تدور في الاسئله اللي بتتسال كتير والمشاكل والتروبل شوتنج اللي الناس بتواجهه و وتبدا تركز ورا الحاجات دي. تبدا تاخد منها شويه هنتس ايه اللي بيحصل في الابلكيشن، تكتشف فيتشرز مش موجوده او مش ظاهره لعينك، انت ما تعرفهاش جوه الابلكيشن، شويه خبايا. هنا مثلا الشانل بتاعت ابولو بتشرح فيتشرز اكتر واكتر، فانت طبعا بتبدا تتابع الحاجات دي كلها وتفهم الاب اكتر. وكل ما فهمت الاب اكتر كل ما عرفت تطلع اللوجيك vulnerabilities اكتر، لانك هتبقى عارف ازاي تخليه مسيوز نفسه. ده بالنسبه ل الفريكونسلي اسكت كويشنز والتشانل بتاعت اليوتيوب والبرودكت ديمو والحاجات دي كلها. احد السيناريوز بقى اللي كنت عايز احكي عليها، ان درايفر زمان لما دخل مصر يعني وانا كنت بتسته في البدايه، حصل لقطه كده ظريفه. قررت ان انا ادخل كل الجروبات بتاعت سواء ان درايفر وديدي والحاجات دي عشان افهم هم بيفكروا ازاي. اوكي، شايف الدماغ رايحه لفين. فالمهم لقيت واحد بيشتكي من ان في شويه عيال مش عارف بيعملوا ايه، بيعملوا رحلات باسعار اقل، بيخفي اللوكيشن اللي هو رايح له عن طريق انه يفصل النت وبتاع. فبدات انفستيجيت في الحته دي، وبالفعل طلعت بج بسببها وقدمتها وبعتها وخدت باونتي. فلو عندك جروبات للناس دي، خش وجوين. الناس دي بالفعل بتبقى متكلمه في شويه vulnerabilities محدش واخد بالها منها نهائي، و انفستيجيت ورا كل كلمه بيقولوها. الموضوع صدقني worthy.
وبالذات لو الابلكيشنز كبيره وفيها فانكشناليتيز كتيره، فيها رولز كبيره، فيها ديفرنت بلانز، ازاي تفرق بين البلانز، تستخدم فيتشرز مش بتاعتك، تبايباس الليميتيشنز اللي على كل بلان، تشوف الرولز بتاعتك، علي وطي حاجه تانية، هكذا هكذا. الفانكشناليتي كونفيوجنز، سبميت دامي فاليوز افري وير. افهم الابلكيشن اكتر من الحاجات اللي انا قلت لك عليها. الحاجات دي خبايا محدش بيتكلم عنها كتير. بعتذر عن الغيبة الطويلة، ولكن ان شاء الله هخلي فودة صاحبي يبدأ يعمل لي edit. فانا اللي كان متقل الموضوع على قلبي الى حد ما هو الايديتنج شوية. فهنحل يعني الموضوع ده. بعد كده هصور وابعت لفودة على طول هو يتعامل في الايديتنج. اتمنى يفهم دماغي وما يخربطش. انا عارف ان انت بتedit دلوقتي. اتمنى يفهم دماغي وما يخربطش الدنيا ويطلع كونتنت نضيف الناس تحبه، يعني زي ما انا كنت بعمل لكم. ده محتوى الفيديو. كونوا في رعاية وحفظ الله. اعمل سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب. انا اول مرة اقول اعمل سبسكرايب دي. لو عاوزين كونتنت معين، تولز معينة، اي حاجة معينة نتكلم فيها، حتى لو انا مش كويس فيها ممكن، او معرفهاش يعني، ممكن ابص عليها بصة، ادور وراها شوية ونعمل عنها شوية فيديوز محترمة عادي نتعلم سوا. بس كونوا في رعاية وحفظ الله. وقريب اعمل لكم بلاي ليست ندسكاس فيها سمالي بتاع الاندرويد، عشان الناس مخنوقه منه شويه. انا مش عارف، حاسس ان سمالي سهل الى حد ما، وبس محتاج تفهم الاستراكشر بتاعه وبعدين الموضوع كله ايزي. ف اتمنى يكون الفيديو عجبكم، و اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.